صديقي المشاهد، اهلا بيك في فيديو جديد. انا هكلمكم عن تجربتي المريره. انا صيفت في بورتو مريري. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه دي السخافه دي؟ مريرة سعيد في العيشه في مصر. الموضوع هيكون مكون من حلقات، كل حلقه هتكلم فيها عن حاجه معينه انا عشتها في مصر العزيزه، واللي عشته وشفته من الناس ومن البلد في الفتره اللي انا عشتها في مصر. بس في هقول لكم انا كنت عايش فين وليه اصلا جيت مصر. انا كنت عايش في امريكا طول حياتي، واخدت القرار ان انا اجي مصر في نهاية 2023. طب ليه اخدت قرار زي ده؟ ليه تسيب امريكا وتيجي مصر؟ ليه كده حرام عليك. والله يا صديقي الموضوع فيه حاجات خصوصية كتير، يعني مش حابب ان انا اتكلم عنها على الاقل دلوقتي على الشاشة، ولكن في حاجات تانية ممكن اتكلم عليها عادي. على سبيل المثال امريكا ما كانتش في افضل حال من ساعة فيروس كورونا، ومن ساعة ما بايدن مسك والبلد كانت عمالة تتدهور وحالها يتدهور مع الناس كلها. أمريكا بدأت تطبع فلوس كتيرة، فبالتالي بدأ التضخم يزيد 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 والأسعار تغلى، والأجور بتاعت العاملين والموظفين والشغل عامة ما بيزيدش ولا بيحصل له أي تعديل. فحصل تضخم جامد جدا أدى إلى صعوبة المعيشة نوعا ما لبعض الناس هناك. في من الناس هناك اللي بدأ يشتغل شغلانتين، وفي اللي بدأ يشتغل اوفر تايم، اللي هو ياخد وقت زياده على شغله، عشان هناك بيكون الاوفر تايم الساعه بتاعته بتبقى اكتر شويه من معدل الساعه اللي بياخدها في الطبيعي. يعني لو في الطبيعي بياخد 20 دولار في الساعه، فالاوفر تايم بيتحسب له مثلا 23 دولار في الساعه. بدأ يحصل لود كبير جدا على الناس بدأت تزهق، والناس بدأت تبقى منهكه من كتر الشغل. الناس بقت شغاله 24 ساعه، وفي اللي بيخلص الشغل الاولاني ويروح لشغله الثاني، والناس ما بقاش عندها وقت كافي انها تقعد مع اسرها وعيالها وانها تقضي حياتها بشكل طبيعي. طبعا في مصر ده العادي، الناس متعوده على كده، انما هناك الناس مش متعوده على كده. الناس متعوده على عيشه ادميه عاديه جدا. واحد بيشتغل 8 ساعات في اليوم، بيروح بيته يشوف اهله يشوف اسرته، او يروح الجيم يتمرن، او لو عنده رياضه بيمارسها معينه، او بيقرا، او بيعمل ايا كان، ويومه بيخلص على كده. وعنده يومين اجازه في الاسبوع بيقضي فيهم اكتر وقت مع اسرته ومع اصحابه ومع اهله. فالعيشه كانت عنده تمام. جه بعد كده حصل تضخم وحصل زياده في الاسعار وحصل حاجات كتير قوي بوظت المنظومه اللي كان عايش بيها الانسان الامريكي. فحصل اختلال كبير جدا في المجتمع. الواحد بدل ما كان بيروح يعمل شوبينج للاكل ب 100 دولار في الاسبوع، بقى بيعمل 150 و200 ساعات. الاستوديو اللي هو كان ب 600 و700 دولار دلوقتي بقى بيعمل 1000 و1200. قيس على هذا كل حاجه تانية موجوده مسعره ليها سعر بيع وشراء في امريكا. يعني هو كل الناس اتاثرت بالموضوع ده؟ ايوه، كل الناس اتأثرت بالموضوع ده، ولكن أصحاب البيزنس اللي فاتحين بيزنس من زمان هم أقل ناس اتأثروا بالموضوع، لأن هم كانوا بنوا البيزنس، حطوا الفاونديشن بتاع البيزنس، حطوا أساس البيزنس من زمان. فبالتالي عرفوا يعملوا بروفيت على مدار السنين، عرفوا يعملوا أرباح على مدار السنين. فبالتالي دلوقتي الحال أكيد مش بيكسبوا زي الأول، ولكن هم يعتبر في أفضل حال عن بقية الناس. ويتبقى الناس اللي هي يعتبروا موظفين، اللي بيحاول ان هو يعمل حاجه او بيزنس لنفسه مش عارف يعمل ده، لانه بيتطلب راس مال كبير جدا. غير انه عايز راس مال كبير جدا، ان الاوراق والتصاريح والحاجات المطلوبه عشان واحد يفتح البيزنس اتصعبت عن زمان. وان الموضوع مش فلوس بس، الموضوع بيخش فيه فاكتورز تانية او عوامل تانية. يعني انت ممكن يكون معاك مليون دولار عادي جدا، ولكن في فاكتورز تانية ممكن تتدخل تمنعك من انك تعمل حاجه زي دي. مش بس في البيزنس، ممكن تمنعك انك تشتري عربيه، انك تشتري بيت، انك تأجر بيت، وحاجات تانية كتير. ظلمنا احنا عيني، الجيل بتاعنا والعصر بتاعنا مظلوم. ما عرفناش نعمل حاجه، وما لحقناش نعمل حاجه، وما لحقناش نستمتع بحاجه، ولا هنعرف نعمل حاجه الا لو ترامب حاول او عرف انه يرجع اقتصاد البلد زي ما كانت او احسن. ساعتها ممكن سو انما مش اكيد. ايوه، طب يعني انت برضه ايه اللي خلاك تسيب هناك؟ ما الناس كلها عايشه هناك عادي. الناس بتشتكي بس الناس عايشه عادي. انت ايه اللي خلاك تسيب هناك؟ صديقي انا كان عندي ادفانتج، او كان عندي حاجه مش موجوده عند اي حد. عندي بلد تانية ممكن اروحها. الموضوع ده مش موجود عند اي حد، لدرجه ان انا قبل ما اسيب هناك صحابي كانوا بيحسدوني وبيقولوا لي يا بختك انت عندك بلد تانية تروحها، احنا ما عندناش، فمضطرين ان احنا نقعد هنا. يعني مضطرين ان هم يقعدوا. طبعا هم ما يعرفوش مصر كويس وما يعرفوش الحال فيها عامل ازاي، بس بالنسبه لهم هم قاعدين في الديب شيت هول، واي بلد تانية هتبقى احسن. طبعا كلامي ده بيختلف عن ولايه لولايه تانية، كل ولايه مختلفه عن التانية، وكل ولايه ليها مساوئها وليها الحاجات الحلوه بتاعتها. انا بتكلم عن المكان اللي انا كنت فيه، كل ولايه ليها مزاياها وعيوبها، ده طبيعي جدا. ماشي يا عم، خلصنا. يعني انت بقى بعيدا عن حاجتك الشخصيه اللي مش عايز تقولها على الشاشه، ايه الحاجات اللي انت ممكن تقولها انك خليتك تسيب البلد هناك غير الاسباب الاقتصاديه اللي انا قلتها؟
خلاص انا استغليت حته ان انا عندي مكان تاني اروحه. زي ما اصحابي بيقولوا لي انت عندك مكان تاني تروح، احنا ما عندناش. طيب انا عندي حاجه مش موجوده عند حد، كنز. طيب انا عندي بلد تانية، خلاص هروح هناك واشوف يمكن الدنيا هناك تبقى افضل. انا هناك اعمل حاجه ما عرفتش اعملها في امريكا مثلا، مش هخسر حاجه. وبالفعل بدات اخد خطوات ان انا اصفي كل حاجتي هناك واحده واحده، وان انا ارتب لي سفري لمصر. وجهزت مع والدتي ورتبت معاها ان انا خلاص هنزل اقعد في مصر، ان اشوف لي مكان وشقه اشتريها، وان انا اظبط الدنيا بحيث ان انا اجي الاقي مكان اقعد فيه وابدا حياه من اول وجديد في مصر او في بلد مختلف. ويا صديقي انا كنت متشوق جدا للرحله دي، وكنت متشوق للاكسبيرينس الجديده اللي هاخدها في حياتي. وجت اللحظه اللي انا مستنظرينها. ايه مستنظرينها. اسمها ايه؟ قلت ايه الكلمه الخايبه دي؟ مستنظرينها. مستنظرينها. ايوه مستنظرينها. اسمها مستنظرينها. امال اسمها ايه؟ مستنظرينها. مستنظرها اني اسيب هناك واروح بلد جديده، ابدا فيها حياه جديده بعقليه ايجابيه جدا وبحماس وبتشوق. ولكن قبل ما اكمل معاك الحكايه لازم تعرف الحكايه بدايتها ايه وحصلت ازاي، وكنت في امريكا ازاي طول حياتي، عشان القصه تبقى باينه لك شويه وتبقى واضحه لك. فهنعمل ده في الحلقه اللي جايه وهنقول لك القصه من اولها بدات ازاي. شكرا لمشاهدتك للفيديو يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله.